اللي شافوا ميسي في السعودية قلب الدنيا، واللي عرفوا قائد المنتخب الإسباني عن السعودية وتحديدا عن الهلال برضه قلب الدنيا، والاتحاد السعودي امبارح شنير النصر بالقضية. ما تيجوا يا اخوانا نشوف ايه الحكاية بالظبط. كريستيانو رونالدو قبل ما يجي النصر كان في كلام ان الهلال السعودي داخل في المفاوضات. اول ما النصر خلص الصفقة النصراوية قالوا لك معقولة رونالدو برضه هيسيب النصر ويجي الهلال؟ النصر ده بتاع التقيل كله يا اخوانا، ادينا جبنا الدون. شوفوا بقى، دوري وكاس واسيا من هنا ورايح ده بتاعنا، ويا دوب بسم الله ما شاء الله هم قالوا كده والزربحه اشتغلت معاهم. الكاس الوحده خزوة النصر، وفي الدوري الاتحاد شنير النصر. طلعوا من الكاس والوحده والهلال في الفاينل. امبارح في الدوري تعادلوا مع الخليج والاتحاد شخرم ابها، ده ظرفهم 4-0. ده الاتحاد امبارح كان بيلاعب نفسه كده. الاتحاد بيوسع الفارق مع المحروس ل5 نقاط، وللاسف احنا عارفين النصر لما بيتدلدل في الترتيب بتفتح من الاتحاد. بالفوز الرباعي بتاع امبارح ده ادى القضيه للنصر بنسبه 80 او ربما 90%. ميسي في الهلال السعودي الموسم القادم. انتوا عارفين ان ميسي كان في زياره للسعوديه، وده عمل ازمه كبيره ما بينه وما بين الباريس لدرجه انه ما عادش بيلعب في المباراه الاخيره. هو قال لك ان ميسي جاي عشان اعلانات وماله ما يضرش، بس في النص في كواليس. ميسي مليون في المية يعرف قوي مين هو الهلال السعودي وايه هو الدوري السعودي، وطبعا عارف ان الهلال بيفاوضه وعايزه ورصيد له حتة مرتب ولا في الاحلام. شاف ايه بقى ميسي لما جه السعودية؟ شاف ان الفريق اللي بيفاوضه ده عنده شعبية جارفة حرفيا. شاف ملاعب ومدرجات وفنادق على اعلى مستوى ممكن الباريس نفسها ما عندهاش زيها. شاف دوري سعودي شرس في منتهى القوة، ربما من اقوى دوريات المنطقة. شاف فريق كان رايح يلعب نهائي القارة كلاكيت تاني مرة على التوالي وهو حامل اللقب. شاف زيادة العرض المالي المقدم ل 400 مليون يورو او اكثر. رجع للباريس قال لهم والله يا جدعان اللي شفته ما يتحكي. بتوع الباريس قالوا له الله هات اللي عندك ومن ورا وقص. قال لهم تجديد يفتح الله. قالوا له اركن على الدكه، ما دام ما انتش بتاعنا ما تلزمنا. كل ما حدث ده ملوش الا تفسير واحد، ميسي الموسم القادم في الهلال وش الا ان جد جديد، وده صعب. الهلال بيقول للنصر الكبير مش كبير بس في الفرقعه على القف، الكبير كمان كبير في التعاقدات واسماء اللاعبين. يجي حد كان مكوع دلوقتي بيشرب كوبايه السحله بيتعدل ويقول لي ازاي يا جدع ايه اللي انت بتقوله ده، الهلال خسران نهائي القاره. ريلاكس ريلاكس، شد لك شفطه وتعالى معايا. هو مين الفريق في السعوديه الاكثر تتويجا في التاريخ بالبطولات المحليه؟ راجع دفاترك ورد عليا. طب بلاش دي، قارة آسيا دي أكبر القارات من حيث المساحة. مين الفريق الأكثر تتويجا عبر مدار تاريخها كله قاريا؟ الهلال، صح مش كده؟ يبقى أنا جبت حاجة من عندي يا عمنا. من الآخر الهلال هو بابا الشغلانة كلها، ومش لما يخسر بطولة أو حتى 2 في ظروف معقربة نحمله السكين. عيب يا إخوانا، ده أنا بقول لكم بابا الشغلانة كلها. المرجحة تقف شوية ما تعطلش، وإن عطلت ما تتكسر. ولما بنتكلم وبمنتهى الأمانة بندي كل فريق حقه. انا لسه من شويه قايل لكم الاتحاد حسم الدوري وانا بقولها لكم ويستحق، وما دام يستحق هنطلع ونقول. انتوا وانا عارفين ان ميسي علاقته حلوه تقريبا بلاعيبه الدوري الاسباني تحديدا برشلونه. تجمعوا صداقه مع نجم برشلونه ومنتخب اسبانيا بوسكاتس. حكى البوسكاتس واتكلم معاه، قال له لو رحت للزعيم تيجي معايا. بوسكاتس قال له هم عايزيني يا جدع؟ قال له انا عرفت حاجه زي كده. قال له قوي انا ما عنديش مانع، خاصة بعد اللي سمعته منك ده ان في اتجاه قوي من ادارة الهلال للتعاقد مع نجم منتخب اسبانيا. ما انا قايل لكم من زمان الهلال الموسم القادم هيبقى نار النار. رأيكم ايه بقى في الصفقتين دول؟ يا ريت تقولوا لي في التعليقات.